هلو everybody، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده فيديو جديد من سلسله English from scratch، والنهارده هنتكلم عن حاجه جديده، حاجه اساسيه جدا. طيب هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم عن verb to be. ايه هو الverb to be ده اصلا؟ بص، لما اجي اسالك يعني ايه اصلا what is the meaning of verb to be، ايه المعنى بتاع verb to be؟ verb to be ده بنقول عليه معناه اللي هو الفعل يكون. تمام؟ ليه اي verb in English بيبقى ليه 3 forms، 3 اشكال. عايزك تبقى عارف كده ان اي فعل هتلاقي ليه الثلاث اشكال دول: البريزنت اللي هو المضارع، والباست ماضي، والباست participle اللي هو بنقول عليه برضه ماضي او اقدم من الماضي شويه. طيب مثلا verb to be ده في البريزنت بنعامله ازاي؟ بيبقى شكله ايه؟ قال لي في البريزنت بيبقى شكله am is are، وفي الماضي was and were، والباست participle been. طيب انا مش مهتم ولا بده ولا مهتم بده النهارده. انا اللي ههتم بيه هو am with war. عايز اتكلم عن am with war دول، عايز اعرف شويه ديتيلز عنهم، تفاصيل عنهم. هو انا am with war دول ليه استخدمهم؟ هستخدمهم في ايه اصلا؟ بص، am with war زي ما قلت لك كده ان هم الثلاثه. am هيبقى معناه يكون، is معناه يكون، are معناه يكون. طيب جميل جدا. هو انا عندي اوكي، انا دلوقتي عايز اقول لك ان انا دلوقتي عندي مثلا عايز استخدم am and is and are. وفي الفيديوز اللي فاتت كنا قايلين ان السبجكت برونونز اللي هي ضمائر الفعل هم 7: I we you they she he it. طيب هنوزعهم ازاي على الثلاثه دول؟ قال لي بكل بساطه ان انا لما اجي استخدم ضمائر الفعل مع ال I am is are هستخدم ال I مع ال am بس. انما ال is دي ممكن استخدمها مع she he it و singular. يعني ايه singular؟ يعني مفرد. يعني ايه مفرد؟ زي مثلا بقول لك اسم مفرد: الولد، العربية، البيت، القطة، اي اسم مفرد. تمام؟ طيب are مع we you they ال plural. يعني ايه plural؟ هنا بقى ده اسم جمع، زي الولد، الولدين او الاولاد، العربيات. طبعا احنا عندنا الانجليش مفيش مثنى، يا مفرد يا جمع، فالولدين دول هنعملهم معامله الجمع. البنات احمد وعمر، هكذا. يعني بتكلم عن اسمين جمع. طيب فانا لما اجي اعمل sentences جمل بسيطه استخدم am is are. verb to be فعل اساسي جدا في تكوين الجمل البسيطه. زي مثلا ان انا بقدم نفسي، بستخدمه جدا وانت في اي انترفيو، وانت في اي حاجه بتقدم نفسك، بتدي معلومات بيسكس، معلومات اساسيه، بتستخدم verb to be. زي ما اقول لك for example I am a teacher، بتكلم عن الوظيفه بتاعتي. انت مثلا I am a doctor، I am a nurse، I am an engineer، وهكذا. طيب اقول لك she is a kind person. ان انا هنا بدي information، بوصف الشخصيه دي. هي kind person، هي شخصيه طيبه. برضه استخدمت verb to be عشان اوصف حد. او اقول لك for example we are happy، نحن نكون سعداء. فلو جيت بصيت معايا كده هتلاقي ان انا استخدمت verb to be في ان انا ادي معلومات basics، ادي معلومات اساسيه. استخدمته في تكوين 3 جمل اهو، ولكن جمل بسيطه، ولكن هي جمل بتسمى جمل في الاخر. verb to be اساسي جدا في ان انت تكون اي جمله. طيب جميل جدا. انا دلوقتي لو حبيت ان انا اتكلم واعمل جمله منفيه، عايز اقول انا مش طالب، انا مش سعيد، انا مش حزين، عايز اعمل الجمله دي. قال لي بكل بساطه هتجيب am and is and are، النيجاتيف بتاعهم، النفي بتاعهم بنقاد عليهم not بس. am or is or are وبنضيف عليهم not بس كده. طيب فانا مثلا I'm a teacher عايز فيها تبقى I am not انا مش طالب مثلا I am not a student.
طيب عايز اقول لك هما مش سعداء. they are not happy. طب عايز اقول لك هي مش فاضيه، هي مش يعني، او هي مش فاضيه، عندها حاجات، عندها تاسكس، عندها شغل، عندها مذاكره. she isn't free. تمام. لو جيت بصيت عليا كده ان انا بستخدم الفاعل عادي subject pronoun بتاعي الفاعل، وبعدين بناء على الفاعل ده بستخدم am or is or are. ممكن خد بالك زي ما انا كاتبها لك كده، ممكن اكتبها isn't aren't in apostrophe t، ده بيبقى الاختصار بتاعها، او am not عادي. ممكن تعملها contraction تختصرها am not او am in apostrophe t، are not او aren't، is not isn't، هكذا. اكتبها بالطريقه اللي تعجبك عادي، مفيش مشكله. ولكن وانت بتكتب ايميل وانت بتكتب باراجراف، الكونتراكشنز الاختصارات ما بتبقاش محبذه، يعني بتبقى حاجه مش كويسه ان انت تكتبها في ايميل او حاجه رسميه. ما تكتبش اي اختصارات وانت بتكتب باراجراف، وانت بتكتب ايميل، وانت بتكتب حاجه لمديرك في الشغل، لمدرسك حتى، او في الامتحان بتاعك. ما تكتبش اختصارات خالص. تمام. خليك دايما بتتعامل بشكل رسمي. طيب لو جيت اتكلمت وعايز دلوقتي ان انا اتكلم عن for example، عايز اتكلم عن verb to be، لو عايز اعمل question، لو عايز اقول لك والله هل انت مدرس، هل هي طالبة، عايز اعمل الكويستشن ده هعمله ازاي؟ قال لي بكل بساطة خالص، انا دايما لما اجي اعمل سؤال بمعنى هل ده لازم ابتدي ب helping verb او auxiliary verb. يعني ايه؟ يعني فعل مساعد. طب ايه الفعل المساعد اللي عندي هنا؟ verb to be ده king الافعال المساعده، يعني فعل المساعد king قوي في نفسه. هم 3 اصلا، ده الكينج بتاعهم اللي هو verb to be، بنستخدمه في حاجات كتير جدا. هبتدي بيه، يعني هجيب am or is or are، وبعدين subject، وبعدين بكمل. هنا بقى ليه بقول لك بكمل؟ لان انت ممكن تلاقي هنا بيجي حاجات كتير، ممكن يجي noun اس، ممكن يجي adjective صفة، ممكن يجي past participle تصريف ثالث، ممكن يجي اي حاجة في بالك ما عدا حاجة واحدة مش هتشوفها، ما ينفعش تشوفها، الانفينيتيف ده ما ينفعش تشوفه. ممكن يجي اي حاجة هنا ما عدا الانفينيتيف، يجي verb ing تصريف ثالث صفة اسم، يجي اي حاجة، ولكن حاجة واحدة مش هتيجي، هي الانفينيتيف. ما ينفعش تشوف التصريف الثالث بعد ام وزور، سوري، ما ينفعش تشوف المصدر بعد ام وزور، ما ينفعش تشوف المصدر بعد ام وزور. طيب تعالى بقى نشوف اكزامبلز بتاعتنا كده. طبعا انت بتكتب ورايا الكلام اللي انا بقوله ده، مش محتاج اقول لك كل سيشن ان انت تكتب ورايا. طيب اقول لك فور اكزامبل، هل هي سعيده؟ هي she. طب الشي دي هتاخد am ولا is ولا are؟ is she happy. طب لو عايز اقول لك هل هم في البيت؟ هم يعني ايه؟ they. الزي دي هتاخد am ولا is ولا are؟ are they at home؟ هل هي سعيدة؟ لو ايه والله هتقول لي yes she is، ولو لا no. في حالة النفي no دي او no she isn't. في حالة النفي بنحط not no not. are they at home؟ هل هم في البيت؟ لو ايوه هتقول لي yes they are، ولو لا يبقى no they aren't. تمام. يبقى انت كده عرفت ازاي تعمل جملة. هتجيب الفعل am with or وبعدين تكمل تجيب اي حاجة. لو حبيت تعمل سؤال بمعنى هل am with or subject واي حاجة ما عدا الانفينيتيف. ولو حبيت تنفي هتقول am not is not are not. طيب اخر حاجة ان انا لو حبيت اعمل question، لو حبيت اعمل سؤال، هعمل السؤال ده ازاي؟ قال لي بكل بساطة لما تيجي تعمل سؤال بأداة استفهام، هتجيب أداة الاستفهام اللي هي ال WH بتاعتنا، وبعدين نفس الفورم اللي احنا كنا كاتبينه في البيج اللي قبل دي am or is or are، وبعدين subject، وبعدين بكمل هنا. تمام. وهنا انا كنت قايل لك ممكن نجيب اي حاجة ما عدا ايه؟ افتكر كده معايا، كنت قايل لك am with or am with or بيجي وراهم اي حاجة ما عدا الانفينيتيف، اي حاجة ما عدا الانفينيتيف. طيب فاقول لك مثلا سؤال شائع جدا وانت ماشي في الشارع، ممكن حد يسأله لك،
where are you from؟ انت منين؟ او سؤال تاني انت عارفه what is your name؟ فverb to be بنستخدمه في أسئلة أساسية زي دي، أسئلة ألف ب انجلش بنستخدم verb to be، فهو مهم جدا لأن هو موجود في جمل كتير جدا، بستخدمه بسهولة جدا في إن أنا أكون جمل بسيطة أدي معلومات عن نفسي. طيب where are you from؟ فهتقول لي والله أنا من كذا، أنا من مصري، فاليو دي هنحولها لأي عشان المينينج. ليه حولناها؟ بقول لك أنت منين، فهتقول لي أنا من كذا، حولت كلمة أنت لأنا، الأي بتماتش مع الام، I am from Egypt. اوكي طيب جيت سألتك قلت لك والله what is your name؟ اسمك ايه؟ ممكن تقول لي بقى كذا إجابة هنا، ممكن تقول لي I am بسام for example، or ممكن تقول لي my name is بسام. أنا أكون بسام أو اسمي يكون بسام، اللي أنت عايزه، الاتنين ينفعوا. I am بسام or my name is بسام with no difference، بدون أي فرق. ممكن أنت ترد على السؤالين دول. تمام كده اتكلمنا عن verb to be، معلومات أساسية verb أساسي. تعالى بس نحل عليه عشان إن أنت تتقنه، تكون فاهمه جدا يعني. طيب for example I at home، هنا هو عايزني في الاكسرسايز ده استخدم am with were، فهنا I بتماتش مع am. thank you. she not at home in the morning، هي مش في البيت في الصباح، ما بتكونش في البيت في الصباح، فهتقول لي she بتماتش مع is. thank you. we in the park، احنا في الحديقة، يبقى we بتماتش مع are. thank you. this my new laptop، بتكلم على new laptop. طيب this دي يا مستر انت ما قلتليش بتاخد am ولا is ولا are؟ هناخدها في فيديو جاي ان شاء الله. ان احنا عندنا this و that دول بيروحوا مع المفرد، this و that بيروحوا مع المفرد. طب افرض انا مش عارفها، بص هو اصلا بيقول لك نيو لابتوب واحد، لابتوب واحد، نيو لابتوب just one، واحد، فطبعا is. our friends اصدقائنا دول بلورال جمع، فهتبقى are. طيب هنا في الاكسرسايز ده بقى ايه؟ هو مديني questions وعايزني ان انا اكملها، يعني مديني عايز استخدم am with were واكمل الاجابه. space she a dancer، هل هي راقصة؟ no وكذا. طيب هي she دي بتاخد is، فis she a dancer هو مديني no، فأنا هجاوب تحتها هنا عشان أسهل عليك شوية no. دايما كنا بنعمل حاجة واحنا صغيرين كده بنقول عليها إيه؟ مقص، فهتبقى no she isn't. دايما قلت لك في حالة النفي no نحط isn't، نحط not. they from Japan، ازاي تاخد are، وهو كاتب لي yes يبقى yes، اعمل الماس بتاعك they are. طب يا مستر معلش، وانا سؤال فضولي، هو انا ليه بعمل الماس ده؟ يعني ايه الفكره من الماس ده؟ وانا ليه حافظ من وانا صغير وبيحفظوني من وانا صغير ان انا لازم اعمل الماس ده؟ بص بكل بساطه لان احنا ده سؤال، فالسؤال دايما بيبقى تكوينه verb وبعدين subject، يعني فعل ده تكوين السؤال، زي ما بنقول مثلا am او is او are وبعدين الفاعل وبعدين بقول لك كمل باي حاجه غير المصدر. صح ده تكوين السؤال. طيب واحنا بنرد على السؤال بايه؟ هتقول لي والله يا مستر احنا بنرد على السؤال على علامه الاستفهام دي، بنرد على السؤال بجمله، صح؟ طب تكوين الجمله ايه؟ تكوين الجمله بيبقى فاعل وبعدين فاعل، فعشان كده احنا بنعمل نص. بص تكوين السؤال لازم يكون فعل، انما الجمله بتبقى فاعل، فعشان كده بتلاقينا بنبدل كل شويه، ان انا لو هعمل جمله لازم امشي فاعل، لو هعمل سؤال لازم فعل. طيب he a bus driver، هي طبعا هتاخد is، هو كاتب لي no، طيب no الهي دي ما بتتحولش، he isn't. طب ليه ما كتبتش is؟ لان هو بيقول لي no، في حاله ان هو بيقول لي no اقول isn't. it a bit يعني حيوان اليف، طبعا it دي بتاخد is it a bit no it isn't. طيب they dirty yes، they بتاخد are،
are they dirty؟ فهو بيقول لي yes yes they are. طب ليه ما حطيتش نوت في ار؟ عشان هو مديني يس. احنا بنحط نوت في حاله ان انا بقول نو بس. ماري فروم ايطالي، ماري دي اسم بنت فاقول از ماري فروم ايطالي، فهو بيقول لي نو يبقى نو she isn't. بس كده. طيب جميل جدا. في حاجه بقى مهمه جدا عايز اقولها لك. ايه هي الحاجه دي؟ ان انا دايما بحب يعني ببقى شايف ان اهم حاجه انت لو عرفت تترجم على القاعده دي خلاص انت كده فاهم القاعده دي بنسبه 100%. تعالى كده نترجم الجمل دي. عايزك توقف السكرين، وقف الشاشه، وقف الفيديو، حاول تترجم قبل انا بترجم. ماشي؟ انا اكون سعيدا عندما اتعلم شيء جديد. حاول توقف الشاشه كده وترجم قبل انا بترجم. هتقول لي والله انا يعني طب اكون ام ويز وار. طب الاي بتاخد ايه؟ ام. سعيد هابي. عندما دي when. ماشي؟ ممكن استخدمها كأداة استفهام بمعنى متى، ممكن كرابط بمعنى الذي او التي، والحاجات دي هنتكلم عليها بعدين. بس هنا عندما when. اتعلم I learn new thing. انا ببقى مبسوط لما بتعلم حاجه جديده، لما بتعلم فيديو جديد، بتعلم مهاره جديده، بتعلم لغه جديده تنفعني ازود بها دخلي هكذا. انت تكون مجتهدا في دراستك. انت يعني يو. طب اليو دي بتاخد امولز ولا ار؟ المستر كان قايل لي ان هي بتاخد ار. مجتهد يعني ايه مجتهد دي؟ طب انا دماغي وقفت خلاص بقى، انا مش عارف يعني ايه مجتهد دي. وقف لي يا ابني، انا عايز اروح اشوف الفيديو، اروح اشوف التليفون بتاعي واخش على جوجل واكتب يعني ايه مجتهد. خليك ذكي كده، يعني خليك ان انت ما توقفش دماغك على كلمه معينه. والله كلمه مجتهد دي انا مش عارفها، مش عارفها. طب حط كلمه شبهها، يعني خليها والله مثلا ايه سمارت، ذكي، ماشي تمشي. احسن من ان انا ما اسيبها خالص، او احسن ان انا ابقى واقف ان انا اروح اجيبها من التليفون. طب يعني ايه اصلا مجتهد يا مستر؟ هقول لك والله مجتهد يعني hard working. You are hard working person at your study. يعني انت شخص مجتهد في دراستك. ممكن تخليها hard worker at your study. ممكن مجتهدا دي بدل hard working person. hard working person انت شخص مجتهد. hard working person دي على بعضها يعني معناه شخص مجتهد. طب انا عايز اقول مجتهد لوحدها، ممكن تقول hard worker يعني بتعمل بجد. ماشي؟ hard working hard worker بس انه hard working person. تمام. ممكن بقى انا مثلا ما عرفتش كلمه مجتهد دي، ما توقفش الدنيا، القيامه مش هتقوم. خليها سمارت، خليها اي حاجه قريبه في المعنى. يعني دايما حاول ان انت تقرب الدنيا، ما تصعبهاش على نفسك. هو يكون حاضر في الموعد دايما. هو يعني هي. وقف الشاشه وحل انت. هي دي بتاخد از. طيب كلمه دائما دي هنحطها هنا always. طيب هنبقى نشرحها في فيديو لوحدها، في فيديو المضارع البسيط البريزنت سيمبل. روح اتفرج عليه عشان تعرف ليه احنا حطيناها هنا. اتفرج على فيديو بتاع المضارع البسيط نزلناه على الشانل بتاعتنا، هتعرف ليه حطينا always هنا مع انها موجودة اخر كلمة. he is always present. present يعني حاضر. on time هو دايما موجود في الميعاد بتاعه. نحن نكون معا في وقت الشدة. نحن يعني we. نكون are. طب كلمة معا، كلمة معا اللي هي together. حلو. في وقت الشدة يعني ايه في وقت الشدة؟ مش عارف يعني وقت الشدة. طب حاول ان انت تشوف كلمة قريبة ليها في العربي، ما توقفش دماغك، القيامة مش هتقوم. at hard time. في وقت الشدة. ممكن اقول في hard times في اوقات الشدة عادي برضه. اوكي؟ فانت دايما حاول ان انت تشغل دماغك، ما توقفش دماغك في كلمة واحدة. خلاص القيامة مش هتقوم على الكلمة دي، لا حاول انت تجيب بديل ليها. هم يكونوا في المدرسة صباحا. هم يعني ايه they. والthey دي بتاخد am ولا is ولا are؟ are. في المدرسة at school
صباحا، ممكن اقول at mornings يعني كل صباح، او ممكن اقول every morning. بس كده. طبعا خلصت الفيديو، محتاج ان انت بس تكتب المعلومات دي، لو ما كتبتهاش توقفها على كل جزئيه، تكتب المعلومات في النوت بوك بتاعتك زي ما بقول لك قبل كده. اعمل يور اون بوك، اعمل الجرامر الخاص بيك، اعمل الكراسه اللي انت المرجع ليك. انت بتكتب مش بس علشان ان انت بتذاكر، لا انت بتكتب علشان لو احتجت معلومه يبقى عندك مرجع منظم متسطر متلون لطيف كده ترجع له، بدل ما ترجع تسمع الفيديو كامل تاني. لا انت هتبقى كاتب المعلومات دي في مرجع محدد، احتجت اي معلومه باجي رايح باصص على المرجع بتاعي ده. تمام. خلصنا كده الفيديو بتاع النهارده. ما تنساش تعمل لنا سبسكرايب ولايك وكومنت عشان تشوف الفيديوهات الجايه ان شاء الله، وتشوف الفيديوهات القديمه وتذاكر كده وتبقى اشطر كتكوت. و that's it for today. See you next video ان شاء الله. باي باي.